بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مستر احمد ندى، والنهارده ان شاء الله مكملين مع بعض شرح ثيم 4 يونت 4 كونسبت 4.1. طبعا انتوا فاكرين كونسبت 4.1 بيتكلم عن ايه؟ effects of gravity، يعني تأثيرات الجاذبية. ان شاء الله النهارده يا شباب هشرح لكم ليسون 5 او الدرس الخامس في كونسبت 4.1. طبعا كالعاده في بدايه كل حلقه مش ببدا اشرح على طول، بفكركم بالتولز او بالادوات اللي احنا محتاجينها معانا علشان نذاكر الدرس بتاعنا اول باول. يلا بسرعه نجيب الورقه والقلم والكتاب بتاعنا او المذكره بتاعتنا ونبتدي نحضر حلقه النهارده مع بعض. هطلع فاصل صغير جدا تكونوا جبتوا الادوات بتاعتكم وجيتوا تتابعوا حلقه النهارده. ورجعنا لكم من الفاصل يا شباب علشان نبدأ نشرح مع بعض ليسون 5 في كونسبت 4.1. النهارده ان شاء الله يا شباب هنبدأ بشرح الاكتيفيتي نمبر 10 او النشاط رقم 10 اللي بيتكلم عن ايه بقى؟ Gravity and the Law of Motion، الجاذبية وقانون الحركة. هنبدأ الأول بسؤالين صغيرين كده كريفيجن أو كمراجعة على الأجزاء اللي فاتت، وبعدين نبدأ نشرح الاكتيفيتي بتاعة النهارده. بيقول لي put right or wrong، ضع علامة صح أو خطأ. في السؤال الأول بيسألني على إيه؟ Air resistance can fast the falling down of an object toward the Earth's surface. يعني مقاومة الهواء تستطيع أن تسرع أو تسرع يعني من سقوط جسم باتجاه الأرض. يعني هل مقاومة الهواء بتسرع نزول الجسم ناحية الأرض؟ تخليه يسقط بسرعة يعني؟ إيه رأيكم؟ رونج، برافو عليكم. ليه؟ لأن الاير ريزيستنس سلو داون، بتبطئ حركة الجسم مش بتسرعه. طيب يقول لي while gravity is pulling an object down, the force of air أو of the air is pushing in the opposite direction. يعني بينما الجاذبية بتشد الجسم لتحت أو بتسحب الجسم لتحت، في قوة تانية خاصة بالهواء دي بتدفع او بتزق الجسم في الاتجاه المعاكس يعني لفوق. الكلام ده رايت ولا رونج؟ ايه رايكم؟ لو الجاذبيه بتشد الجسم لتحت، الهواء هيزق الجسم في الاتجاه اللي عكسه اللي هو لفوق يعني؟ طبعا الكلام ده رايت، برافو عليكم. ليه؟ لان دايما مقاومه الهواء بتكون عكس اتجاه الحركه. طيب اتجاه الحركه بتاعت الجسم انه نازل لتحت، يبقى الاتجاه اللي عكسه ان الهواء يزق لفوق، صح كده؟ يبقى الاتنين عكس بعض، يبقى الكلام ده رايت. تمام كده؟ طيب تعالوا نشوف بقى الاكتيفيتي نمبر 10 النهارده هتتكلم عن ايه. بيقول لي in this activity، في النشاط ده we will investigate the effect of gravity and air resistance on different objects. يعني ايه؟ يعني في النشاط بتاع النهارده احنا عايزين نتحقق من تأثير الجاذبية وتأثير مقاومة الهواء على الأجسام المختلفة. ايه التولز او الادوات اللي انا محتاجها؟ قال لي two balls with the same size، كورتين بنفس الحجم. واحدة ميتال بول، كورة معدن، ودي هيفي ماس اوبجكت يعني جسم تقيل، تمام، او الكتلة بتاعته تقيلة. وبلاستيك بول with holes، يعني كرة بلاستيك فيها فتحات، ودي لايت ماس اوبجكت جسم الكتلة بتاعته خفيفة. وهنجيب كمان بيبر كليب دبوس ورق، وهنجيب فيذر اللي هي ريشة. طب انا محتاج الاربع حاجات دول في ايه؟ تعالى بقى اقول لك الستبس وانت تعرف انت محتاجهم في ايه. قال لي ستيب نمبر 1 او الخطوه الاولى stand on a chair and drop the two poles at the same time from the same height, then observe which pole will reach the floor first. يعني ايه؟ اقف على كرسي وامسك الكورتين اللي هم الكره البلاستيك والكره المعدن، تمام، وارفعهم لنفس الارتفاع وسيبهم يسقطوا على الارض، ولاحظ شوف مين الكرة اللي هتوصل الأرض الأول. إيه رأيكم مين توصل الأول؟ الكرة الحديد ولا البلاستيك؟ طبعا الحديد لأنها أتقل، صح كده؟ يبقى فعلا الأوبسرفيشن أو المشاهدة بتاعتي the metal pole will reach the floor first، الكرة المعدنية هتصل الأرض أولا. طيب تعال نشوف ستيب 2، الخطوة التانية.
بيقول لي stand on a chair and drop the paper clip and the feather at the same time from the same height, then observe which one will reach the floor first. اقف برضه على نفس الكرسي واحدف الدبوس بتاع الورق والريشة في نفس الوقت ومن نفس الارتفاع، ولاحظ شوف مين فيهم هيوصل الأرض الأول. مين اللي يوصل الأرض الأول؟ دبوس الورق ولا الريشة؟ طبعا دبوس الورق. ليه؟ حجمه صغير فمقاومة الهواء اللي بتزقه لفوق قليلة، وكمان أتقل من الريشة فالجرافيتي هتشده أكتر. صح كده؟ قال لي فعلا الأوبسرفيشن بتاعتي أو المشاهدة بتاعتي the paper clip will reach the floor first. فعلا دبوس الورق وصل الأرض الأول. طيب إيه الكونكلوجنز؟ إيه الاستنتاجات أو المعلومات المهمة اللي طلعت بيها من الأكتيفيتي دي؟ قال لي the plastic ball with holes took longer time to reach the floor. يعني ايه؟ يعني الكرة البلاستيك اللي فيها فتحات اخدت وقت اطول عشان توصل للارض. طب ليه؟ قال لي because it was slowed by upward flowing air more than the metal pole. يعني لانها واجهت قوة هواء او قوة دفع لاعلى من خلال الهواء اكتر من الكرة المعدنية. يعني الهواء زق الكرة البلاستيك لفوق اكتر من الكرة المعدن، فدوت عمل ايه؟ slow down its motion، بطأ الحركة بتاعت الكرة البلاستيك وسرع الحركة بتاعت الكرة المعدن. طب وبعدين؟ قال لي the feather took long time to reach the floor. الريشة اخدت وقت اطول عشان توصل للارض. يا ترى ليه؟ قال لي due to its shape، بسبب شكلها، as the feather is affected by air resistance more than the paper clip. يعني ايه؟ قال لي بسبب شكلها الريشة اتأثرت بمقاومة الهواء اكتر من دبوس الورق. طب وبعدين؟ قال لي so that air resistance is a factor that can slow down the falling objects. يعني ايه؟ يعني ولذلك مقاومة الهواء هي عامل من العوامل اللي بيبطئ حركة الجسم او بيبطئ سرعة الأجسام اللي بتسقط من أعلى إلى أسفل. وهنا راح مطلع لي لو أو قانون كده سماه law of motion، قانون الحركة. بيقول إيه القانون ده؟ The force of gravity is constant and acts on all objects in the same way. يعني بيقول إن قوة الجاذبية ثابتة وبتأثر على كل الأجسام بنفس الطريقة. يعني الجاذبية بتأثر على الكرة المعدن وعلى الكرة البلاستيك وعلى دبوس الورق وعلى الريشة بنفس الطريقة، وان الجرافيتي دي او الفورس اوف جرافيتي، قوة الجاذبية دي ثابتة بالنسبة لهم كلهم وكلهم بيتأثروا بيها. طب ايه الفرق في نزول الكرة الحديد من الكرة البلاستيك من الريشة من الدبوس؟ الفرق مقاومة الهواء اللي بتقابل كل جسم فيهم. تمام؟ جميل جدا. تعالوا نكمل مع بعض. بيقول لي بقى ايه؟ imagine that there is no air resistance on the earth. تخيل ان مفيش مقاومة هواء على كوكب الارض. قال لي so according to the law of motion، طبقا لقانون الحركة، لو الكلام اللي انت بتقوله ده حصل، if we drop a hammer and a paper at the same time from the same height، لو انا رميت شاكوش وورقة في نفس الوقت ومن نفس الارتفاع، they will reach the floor at the same moment، هيوصلوا الأرض في نفس اللحظة. الاتنين هيوصلوا مع بعض. طيب ليه؟ because gravity acts on all objects in the same way، لأن الجاذبية بتأثر على كل الأجسام بنفس الطريقة. where the mass or the shape of the objects wouldn't matter، يعني وفي الحالة دي هيكون كتلة الجسم وشكل الجسم ملهمش أي قيمة أو ملهمش أي معنى. اتفقنا يا شباب؟ جميل. تعالوا نكمل مع بعض. وهنا هنوصل لسؤال check your understanding أو سؤال اختبار الفهم. معانا 3 كلمات هنختار منهم ونبتدي نعمل complete للfollowing sentences ديت أو للجمل اللي جاية دي. طبعا مستر أحمد ندى مش بيحل الأسئلة دي، أنا هشرحها لكم وأوضحها لكم، وأنتوا توقفوا الفيديو وتكتبوا لنا الإجابات تحت في الكومنتس في التعليقات اللي أسفل الفيديو عشان أتأكد إنكم فهمتوا الدرس كويس. السؤال الأولاني بيقول إيه؟ law of motion states that the force of gravity is A and acts on all objects in the same way.
قانون الحركة بيقول ان قوة الجاذبية بتكون عاملة ازاي وبتأثر على كل الأجسام بنفس الطريقة. اختاروا كلمة واكتبوها. السؤال التاني بيقول لي if a pencil and a paper fall at the same time from the same height, the pencil will reach the floor A than the paper that is more affected by A. يعني ايه الكلام ده؟ لو حذفنا قلم رصاص وورقة سقطوا في نفس الوقت ومن نفس الارتفاع، تمام؟ القلم الرصاص هيوصل للأرض ايه؟ أسرع ولا أبطأ ولا ايه بالظبط من الورقة؟ والورقة بتتأثر أكتر باي ايه؟ بتتأثر بإيه؟ الورقة هتتأثر بإيه؟ تمام كده يا شباب؟ فهمنا السؤال؟ يلا بسرعة نوقف الفيديو، نقرأ الأسئلة كويس ونفهمها كويس، ونكتب الإجابات تحت في الكومنتس في التعليقات اللي أسفل الفيديو. ولحد هنا يا شباب أكون حلقة النهاردة خلصت. بتمنى لكم كل التوفيق، ويا رب أكون قدرت أساعدكم وتكونوا استفدتوا من حلقة النهاردة، وأشوفكم دايما على خير في حلقات جاية كتيرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.